رجعنا مع حضراتكم مرة تانية وفقرة التحليل الجامدة جدا اللي كلنا مستنيينها النهاردة. عبد الله الراوي رقم واحد، البطل اهو، الريال مدريد. ازيك يا عبد الله؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. كويس؟ الحمد لله تمام. طيب عشان نبقى فاهمين الدنيا، بس عبد الله بيشجع ريال مدريد، انا بشجع برشلونة. فيعني هو واخد الصيت شوية واخد الاكشن بتاعه، فيعني نديله مساحته وياخد مساحته براحته النهارده. عبد الله خلينا نبدا معاك من البدايه ومباراه الاهلي والزمالك. كيف بدا مارسيل كولر اللقاء؟ التشكيله اللي بدا بيها مارسيل كولر هل هي الاصح ولا في اختلافات زي ما الجمهور كان بيتكلم؟ في اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم كان في اختلافات. كان بدا المباراه بتشكيله 4-3-3. كان بدا الاول الخط الوسط المفروض يبدا مثلا مروان عطيه. كان بيلعب بدا بالسوليه هو ولعب بالسوليه ولعب التشكيله اللي ظهرت كريم نيدفيد، احمد نبيل كوكا، وعندك محمد مجدي قفشه كان صانع العاب. السوليه كان بديل، مروان عطيه كان مصاب. كان اول بدايه المباراه كان بيجس نقط بين الفريقين. كان بيلعب بيتلعب على نص الملعب بين الفريقين. وكان الزمالك كان مستحوذ اكتر. كان الزمالك افضل في المباراه. كان الزمالك كان واخد تكتيك قبل المباراه دي، كان بيلعب مباراه الاتحاد الاسكندري، مش محمد بيلعب الاتحاد الاسكندري. فطبعا السكور بتاعه كان قدام الاتحاد الاسكندري كان متفوق، فقدر يكسب 3-0 وكان يقدر يفتح الجيم. كانت مدعكه كرويه قدام الاتحاد. كانت مدعكه كرويه جدا، فهو خد الريتم ده على استغل غيابات النادي الاهلي، فلعب بنفس السكواد بنفس الطريقه قدام نادي الزمالك. 8 لعيبه من النادي الاهلي، كانوا عاملين ضجه كبيره. منهم امام عاشور وبيرسي تاو. اتكلمنا كان عن بيرسي تاو ان هو هل هو مصاب ولا لا. يعني الفكره ان هو مفيش لعيب جوه النادي الاهلي بيدخل في حته الفكره بتاعت انا مصاب او انا مش مصاب، انا بلعب على المدير الفني وبلعب على الاداره، فاهمني؟ فالفكره ذات نفسها كانت صعبه شويه على جمهور النادي الاهلي ان هو يخرج خبر انه بس هو مش مصاب بس هو بيلعب بالاداره، فاهمني؟ فهل ده هيأثر على بيرسي تاو في الفتره اللي جايه؟ هنشوف بيرسي تاو بيقعد على الدكه كتير. اكيد الاصابات ممكن تاثر على اللاعب. لو خد فتره مثلا، مش خد فتره كبيره مثلا في العلاج او مصاب، فهياخد فتره عبال ما يرجع مستوى تاني. شفت مثلا مستوى مثلا اللاعب بتاع خط الوسط مروان عطيه لما كان متصاب، وهيرجع تشوف في الملعب فهتلاقي مستواه اقل عن الاول. بس في لعيبه بتكون متخصصه، يعني انت عندك مثلا لما بتشوف واحد زي امام عاشور اتصاب ورجع وما حسناش بحاجه، واتصاب تاني وهيرجع باذن الله، يعني مش هتشوف اي حاجه تانيه. عندك لعيبه كتير، عمرو جمال مثلا لما كان مع النادي الاهلي كان بيعمل اداء خرافي، اتصاب برباط صليبي، اي نعم رجع اقل من الاول بس رجع شويه واحده واحده لحد ما جه المدير الفني حسام البدري وخلاص مفيش نصيب ان هو يكمل مع النادي. كان عندك زي ما احنا بنكمل فكره التشكيله، هي التشكيله الامثل ولا زي ما كان الجمهور بيتكلم وكان الشارع المصري بيتكلم، الثلاثه اللي بدا بيهم في الهجوم اللي هم موديست وعندك عمر كمال عبد الواحد وعندك طاهر محمد طاهر، الثلاثي ده هل هو الامثل؟ هل هو الاصلح في المباراه دي في بدايه المباراه زي ما بيتكلم؟ بص التشكيله كان مبدوء اول حاجه خط الهجوم. خط الهجوم مش مستوى، كان المفروض يبدا بكهرباء. والشوط الثاني مثلا يبدا بوسام ابو علي. الشوط الاول كان مثلا يجس النقط. هو الشوط الاول كان بيلعب على نص الملعب، ما كانش لا بيدافع، كان بيدافع قدام الزمالك لان الزمالك كان بيهاجم. لان الزمالك هاجم اكتر، فلما هاجم اكتر دفاعات الزمالك كان توتر عند الدفاع بتاع الزمالك. دفاع الاهلي كان دفاع الاهلي برضه في مباريات قبل كده كان ضغوطات عليهم وكده، فالقوه البدنيه بتاعتهم قليله، فمش اللي هي. وغير كده النادي الاهلي كان جاي من مباراه قدام زد. كان المباراه كانت صعبه جدا عليه، وكان اللياقه البدنيه عند اللعيبه كل 3 ايام مثلا، كل 3 ايام مباراه، فمفيش راحه للعيبه، فاللعيبه بتلعب كل حاجه. فهتلاقي اللياقه البدنيه بتاعت الاهلي زي ما معود ان هو يكسب، لا هتلاقي في تعادل، في خساره. انت لو شفت مباراه يعني اسباب المباراه دي في اسباب للنادي الاهلي، اسباب اللي هو اسباب بدنيه 8 لعيبه كانوا مؤثرين جدا على الفريق، في غيابات كتير، وشخصيه البطل ما كانتش موجوده في المباراه. لان نادي الزمالك كان مهاجم جدا، كان شرس،
حاول يستغل الفرصه ويتقدم بهدف في الشوط الاول عن طريق سليمان الجزيري وعملها. الشوط الثاني كان الاهلي عايز يتقدم بالكوره، فالزمالك تراجع. جوزيه جوميز راجع الزمالك، بعت الزمالك صح؟ كان المفروض الزمالك يلعب نفس الريتم. الزمالك لو لعب نفس الريتم قدام الاهلي كان الزمالك تقدم بالاهداف اكتر، كان حاول يسجل 2 3 وكان يقدر. طيب ماشي. الفكره دي هتاخدنا لحته ثانيه، هل طاهر هو افضل جناح يمسك الجناح الايمن للنادي الاهلي ولا لا؟ بص يا محمد، الجناح الايمن للنادي الاهلي، الجناح الايمن هو عمر كمال عبد الواحد. وطاهر مش مستغرب عن طاهر لياقه بدنيه عنده. طاهر كان في مباراه كاس مصر لما كان بيلعب قدام الزمالك كان متفوق وعمل اسيستات كتير للزمالك للاهلي وفتح هجوم. فجات له فتره اصابه، فاللياقه البدنيه بتاعته مش اللي هي يعني مش الافضل. انت عندك برضه الشوط الثاني، اول ما بدا الشوط الثاني نزل احمد عبد القادر غلب المباراه، والاهلي دافع، الاهلي هاجم بهجوم بكل لعيبه كله هاجم. حتى شفت الزمالك لما بيجي يهاجم يمسك كوره بيضرب الدفاع بتاع الاهلي، يضرب هجمات، والزمالك كان يتقدم والزمالك هاجم، والاهلي كان الدفاع، الاهلي كان بيلعب دفاع متقدم جدا لاحظتها. دفاع متقدم كان عدى نص الارض. ففي سرعات لمهاجمين نادي الزمالك، سرعه جدا. سيف الدين الجزيري كان بياخد الكوره ويجري، هو اللياقه البدنيه عنده سريعه. رخم على فكره في لغه فانت عندك رامي ربيعه منى، وعندك محمد عبد المنعم. يعني شايف محمد عبد المنعم برضه في غرور شويه عنه، في غرور. محمد عبد المنعم بيسيبه عادي يعدي، بس ايه يطلع في تاكلينج يحصل معاه، يحصل ضربه جزاء ممكن يضيع الفرقه. فكان في يعني بيبقى في تلاحم بين محمد عبد المنعم وسيف الدين الجزيري. عبد الله الراوي، لو انت هتحطوك مدير فني للنادي الاهلي في الماتش ده، ايه افضل 11 لاعب هتختارهم في الماتش ده قدام نادي الزمالك وانت عندك الغيابات دي؟ لا عندك الغيابات دي، عندك محمد الشناوي، عندك مروان عطيه، عندك ديانج، عندك كتير كله يعني، فاهمني؟ ايه افضل 11 لاعب هتلعب بيه؟ يعني شوف الغيابات دي وحط ال 11 لاعب انت مكان مارسيل كولر. اول حاجه في الحته برضو انك انت مرهق بدنيا، والزمالك جاي من فتره غياب اكتر منك بيوم، فانت مارسيل كولر دلوقتي لو الغيابات دي موجوده ممكن مثلا محمد احط مثلا محمد الشناوي. لا الغيابات موجوده انت عندك مصطفى شوبير زي ما هو في حراسه المرمى، لا جدال مثلا مصطفى شوبير مثلا، والثنائي مثلا احط رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم. تمام. احط مثلا على اليمين احط عمر كمال. مش محمد هاني؟ لا مع عمر كمال في المباراه دي ينفع، مع عمر كمال ينفع في المباراه دي. تمام. على الشمال احط علي معلول زي ما هو. تمام. الخط الوسط بقى يفرق. خط الوسط مثلا نزل لو عمرو السولية في اللياقه البدنيه بتاعته لازم يبقى اساسي في المباراه. مكان كريم نيدفيد. يعني كريم نيدفيد المفروض تلاقي يلعب مباريات مش مباريات سهله، يعني عشان ما يلعبش مباراه اللي هي ايه مباراه القمه مثلا. ما ينفعش عن الجماهير. ما ينفعش. المباريات دي برضه بيبقى اهم حاجه في المباريات دي، اهم حاجه خط الوسط. تمام. قدام المباريات التقيله، قدام المباريات الكبيره دي خط الوسط اهم حاجه. فانت مثلا دلوقتي عمرو السولية واعتقد نبيل كوكا برضه هو وكوكا وقفشه صانع العاب. كده 4 الثلاثه اللي في نص الملعب هيكونوا مغلوبين، 2 تحت وواحد فوق. تمام. 3 خط هجوم. مين المفروض لو انا هبدا مثلا هبدا كهرباء ده مهاجم صريح. ابدا بكهرباء. على الشمال ابدا يعني ممكن ابدل، يعني ممكن العب العب مثلا رضا سليم، ممكن اديه باك يمين واحمد عبد القادر احط وينج شمال. عندي افضل تشكيله من وجهه نظري. افضل تشكيله الشوط الاول، يعني التشكيله بتاعت مارسيل كولر هجوميا كانت غلط ودفاعيا كانت غلط في يعمل تبديله مع عمر كمال بمحمد هاني ان هو يلعبوا باك رايت وينج رايت. فالتشكيله اللي هو نزل بيها هو نزل اثرت على الفريق بشكل جامد جدا. حتى انت شفت سكواد الزمالك كان عندك نص الملعب، كان عندك احمد، عندك عبد الله السعيد، وعندك نصر ماهر واحمد حمدي، وفي تغيير نزل محمد شحاته قلب الماتش برضه. كان عندك زيزو
زيزو كان فضل حياته. حتى في برضه الإصابة اللي حصلت لما نزل موتيابا ده برضه غير الفرقة جدا، سريع جدا، بالذات اعتمد عليه جوزيه جوميز في الشوط الثاني. الشوط الثاني كان سرعات سيف الدين الجزيري. موتيابا كان يعرف يستحوذ على الكورة، والزمالك حاول يستحوذ على الكورة. طيب أخيرا في آخر الفقرة النهارده اللقاء اللي جاي بقى السخن المولع، اللي هو انت تاريخيا لم يفوز الاهلي على مازيمبي طوال تاريخه عبر في ملعبه على ملعب مازيمبي الكونغولي. شايف ازاي اللقاء اللي جاي؟ هل هيكون صعب؟ هل هيكون سهل؟ هل هيكون في المتناول بالنسبه للنادي الاهلي في ظل الغيابات برضه اللي احنا بنشوفها؟ يعني انت عندك امام عاشور هيرجع بعد مباراه الاياب، مروان عطيه هيرجع في مباراه الاياب، عندك اللعيبه كلها التيم كله هيرجع في مباراه الاياب او بعدها. فانت يظل برضه عندك الارهاق البدني وعندك الارهاق الذهني وعندك النقص العددي في النادي الاهلي. شايف ان المباراه اللي جايه هتمشي ازاي؟ يعني مارسيل كولر هيعتمد عليها تكتيكيا ازاي؟ هيبدا دفاعه في الاول ولا هيهاجم ولا هيعمل ايه؟ اول حاجه مارسيل كولر اكيد هيبدا بس نظام الشوط الاول نفس اللي عمله في نادي الزمالك. نفس التكتيك مع نادي الزمالك، مع اختلاف الخطه اكيد. مع اختلاف الخطه اكيد هيغير في خطه هتتغير. مباراة العودة هيكون في إمام عاشور وعندك مروان عطية. دول في مباراة العودة. أنت المباراة هناك هتبقى صعبة. المباراة اللي جاية هتكون صعبة. لازم عرض مازيمبي مباراة صعبة جدا. وأي فرقة بتروح هناك في أجواء صعبة الساعة 3 العصر برضه. وبعد كده اللياقة البدنية عند لعيبة الأهلي مش أحسن حاجة. كمان أنت بتلعب الساعة 3 العصر. المباراة تبقى صعبة جدا 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 على النادي الأهلي. بياخدوهم الساعة 3 العصر. الساعة 3 العصر. وبعدين أنت لو صعدت برضه ولعبت صن داونز برضه هيبقى نهائي برضه 3 العصر، فالموضوع هيبقى برضه صعب. لا بس في الحتة دي المعلومة اللي واصلة لي حاليا حتى الآن إنه النادي الأهلي في حالة وصول صن داونز للنهائي، وصول النادي الأهلي للنهائي هيكون في قرار من الفيفا بإن هو إما يتلعب النهائي ماتش واحد أو هيكون ماتشين، والماتشين هيكونوا في نفس الوقت بالنسبة لمصر وبالنسبة لجنوب أفريقيا. الأهلي المفروض يعمل خطة تكتيكية قدام مباراة مازيمبي، لأن مازيمبي قوية على أرضها، قوية جدا. بعدين الأهلي لو احنا بنشوف فريق المرعب آخر سنتين مازيمبي وطلع بيراميدز من البطولة، طلعها وكان عامل تكتيك جامد جدا على بيراميدز وطلعها 3-0 فضيحة. طبعا الأهلي كده عبارة. طبعا الأهلي لازم يبقى جاهز المباراة دي، لازم يبقى عنده تكتيك أفضل، تشكيلة أفضل عشان يقدر يعدي مباراة مازيمبي إن شاء الله. عشان مباراة العودة إن شاء الله كده. فقرتك وبرنامجك وخدت راحتك. فقرتك خلصت النهارده يا عبد الله كده. هتقول حاجة أخيرة كواحد بيشجع ريال مدريد وعايش الدور دلوقتي خلاص ومدريد بيجو عامل شغل معاك خلاص كده. طيب كده حلقتنا النهارده انتهت. اشوفكم بخير الحلقة الجاية إن شاء الله. تصبحوا على خير. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.